بقيت كنغوت في داك البير، ولكن صوتي ما كانش كيتسمع. عمرني نسيت وعمرني ما غادي ننسى ديك اللحظه. كنت كنبكي ماشي حيت كنت خايف، انا مرحله الخوف تخطيتها. كنت كنبكي حيت كنت عارف راسي غنموت هنا وتا حد ما غيجيب خباري. غنموت بحال شي ناموسه كتموت وتا حد ما كيجيب لها الخبار. بديت كنستسلم، كنت بنطلق من الحديده ونطيح في الماء صافي، ولكن ما قدرتش. كنت كنبقى نغوت وكنعاود نسكت ونبقى نبكي، ونرجع ثاني نغوت ونسكت ونبقى نبكي. ما كنتش كنفكر بلا ربي غادي يكتب لي حياه جديده عاوتاني. الفكره اللي كانت في بالي هو داكشي اللي شربت بلا راه مسموم وغادي نموت هنا وغنتدفن هنا. بصراحه الخوت كنت كنطلب من الله يكون داكشي بصح مسموم، صافي بغيت غير نموت. غادي ندوز الليله كامله كنغوت وكنبكي حتى علت عيني في السما وبان لي الضوء بدا كيبان الصباح. في ديك اللحظه يدي صافي عيات، مابقاتش قادره تشد في الحديده، وغادي يشدني واحد الوجع في كرشي اللي كان قاصح بزاف. في واحد اللحظه غادي نبدا كنتقيا حاشاكم، غادي نتقيا بحال الا كنت واكل التراب، حتى حسيت بمصارني كانوا غادي يخرجوا. بقيت كنتنفس بسرعه بحال الا كنت مجري شي ساعتين، ولكن من بعد غادي نحس بحال الا كنت هز شي جبل فوق كتافي وحطيته. ما بقيتش قادر نزيد نغوت صافي، حيت الصوت اللي عندي ما بقاش، وداك البرد اللي كان صافي قضى عليا، وحتى العطش قتلني. بقيت مغمض عيني وكندعي الله وتنقول مع راسي مادام كاين بير في هاد الخلا، اذا راه غادي يكونوا السراح كيجيو بالنهار هنا وكيدوزوا من حداه، وان شاء الله غادي يجي شي حد بغى يعمر الماء وغادي يلقاني. كنت كنسكت مره ملي كنسمع شي صوت ولا كنحس بشي حاجه. بقيت بزاف د الوقت مغمض عيني، حتى لواحد اللقطه غادي نسمع واحد الصوت اللي كان بعيد، وداك الصوت كان غادي وتيقرب. اواه، الصوت ديال القران هذا. كان الصوت ديال القران، وكانت الطريقه ديال الترتيل ديالو بحال القراءه اللي تكون في المقابر. كتصوروا كيفاش بقيت تنغوت ياك، ونخليك انت تتخيل. بقوه الفرحه الحيوط ديال البير كنت غادي نطلع فيهم، غادي نبقى كنغوت وفرحان، حيت اصلا ولو نسمع غير نبحة الكلب في ديك اللحظه كنت غادي نفرح. واخا نعيا نوصف لكم ما غاديش تحسوا السعاده اللي حسيت بها في ديك اللحظه. شويه غادي نسمع الصوت ديال القران سكت، والصوت ديال الججره جاي عندي. تما غادي ننهار وغادي نبدا نبكي. اول مره غادي نعرف شنو هما دموع الفرحه، ولكن ما كنتش كنحس بالدموع في وجهي حيت عينيا نشفوا من الماء. احلى صوت سمعته في حياتي هو صوت اشرف. غادي نعلي عيني الفوق، ولكن ما غاديش يبان لي شكون، غادي يبانوا لي غير جوج ريوس كانوا كيطلعوا عليا من الفوق. كانت الشمس وكنت عيان بزاف. تما عرفت راسي غادي نعيش. غادي نبقى كنسمع دوك الناس كيغوتوا بسميتي، ولكن انا ما كنتش قادر ننطق. انا كنت كنتسناهم غير يطلعوني خلاص من هاد البير. كنت بحال شي طاير كيتسناو يفتحوا ليه القفص. غادي يهبطوا لي السلوم وما كرهتش نشدو نعنقو. ما عقلتش على راسي حتى لقيتهم واقفين حدايا. والله خوتي ما حسيت براسي كيفاش طلعت في السلوم. غادي نتصدم وغادي نبدا نضحك. كتعرفوا ديك الابتسامه ديال الانتصار؟ هاديك والله ما حيدت من وجهي، حيت عرفت راسي انتصرت على الموت. غادي يشدوا فيا وانا مصدوم وكنسمع غير الصوت في ودني. غادي نسمع اشرف ولدي عرفتيني. غادي نبقى عاقل على كل ثانيه من هاد اللحظات، حيت من داك النهار اللي خرجت فيه من البير بحال الا خرجت من كرش امي. كانوا دوك الناس كيهضروا معايا وكيتبتوني، ولكن انا كنت كنشوف غير في الشجر اللي داير بيا وكنحس بالريح في وجهي، وكنتامل في الوجوه ديال الناس اللي دايرين بيا بحال شي عما اول مره غادي يشوف. واحد فيهم كان شاد لي في كتافي وكيحركني وكيقول لي انا معاك ولدي صافي ما تخافش. غادي نشوف فيه وغادي نبقى كنحقق. غادي نغوت مره واحده، موحه موحه. ما حسيتش براسي حتى لقيته معنقني. كان الصباح وانا ما لابسش حوايجي، حسيت بالدموع ديالو على صدري. ما بقيتش بغيت نطلق منه. كنت صراحه مخلوع من كل شيء، كنت مخلوع حتى من راسي. شحال هادي كنت كنمشي زياره عند الوالد للحبس، وواحد خينا كان تماك ديما كنشوفو فيه الهضره بزاف. واحد المره غادي نسمعو غادي يقول واحد الجمله وعمري ما فهمتها: الحريه. كتعرف شنو هي الحريه؟ هي مني كنخسروا كل شيء عاد كنوليو احرار. كنت ديما تنقول شنو كيخربق هاد خانه هذا، ولكن في داك الصباح غادي نفهم هاد الجمله هادي. بقيت معنق السموحه. درت غادي نشوف معاه واحد السيد من اجمل خلق الله، وغادي نحس بيه بحال الا حابس الدموع. انا ما كنعرفوش وما عمري ما شفتو، وبلا ما يقول حتى شي كلمه غادي نمشي عنده وغادي نعنقو. عنقته بحال الا كنعرفو شحال هادي. السموحه مسكين كان فرحان اكثر مني. غادي يعلي راسو للسما وغادي يبقى كيحمد في الله. غادي يبقاو شادين لي في يدي وكيسولوني واش ما فيك والو، ما فيك والو، كتشوف مزيان شنو وقع. ولكن انا ما كانش عندي الجهد اللي نقول حتى شي كلمه، غادي نبقى غير كنشوف فيهم. غادي يقولوا لي يلا لبس حوايجك بالزربه نمشيو في حالنا. درت غادي نلقى حوايجي محطوطين حدا الصندوق، ما فهمت والو ومشيت مزروب. درت غادي نشوف في داك الصندوق، غنلقى داك الصندوق اللي كان فيه الرماد. هزيت حوايجي لبستهم وما لقيتش السبرديله. داها ولد الحرام داك الوحش، والله ما رحمني. والمشكل ما غادي تجي حتى قدو ولد الحرام، رجلو كبر من القضيه ديال فلسطين. المهم داك الفقيه اللي كان مع السموحه كان سميتو السياسين، غادي يحيد البلغه من رجلو مسكين وغادي يعطيها ليا نلبسها.
انا في ديك اللحظه كان خاصني غير نشرب الماء، بقيت كنقول لهم الماء خاصني غير الماء، واخا خرجت من وسط بير كنت غنموت غير بالعطش. امرك عجيب يا دنيا. غادي يقولوا لي صبر تنوصل صبر، داروني الوسط وكانوا غاديين بيا الطريق كامله، ما قدرت نقول حتى شي كلمه من غير كانوا دايرين بيا وكيقراو هما في القران. ولكن الطريق هاد المره ماشي هي اللي جينا من البارح. بالزربه وصلنا للدوار وما فيهاش شجر والطريق صعيبه، الدنيا كانت تما كامله اراضي فلاحيه. وصلنا لواحد الدخله ديال واحد الدوار وعرفت بلي ماشي هو الدوار اللي كنت فيه البارح. غادي ندور عند السموحه واول كلمه نطقت بها هي فين حنا. قال لي بلا ما تهضر. ملي غادي نوصلوا لوسط الدوار غادي نلقاو جمهور د عباد الله. كنت انا ديجا مصدوم وغادي يزيدوا يصدموني. كل شيء كان تيشوف فيا وكاملين تيقولوا ها هما لقاوه ها هما جابوه. غادي نعرف بلا الهضره كامله دايره عليا تما. غادي يقول لي السموحه تمشى بالزربه. كانوا غاديين بيا والخطوات كيتسارعوا. غادي نتلفت ورايا وغادي نلقى داك الجمهور د عباد الله كامل تابعني. غادي نطلعوا في واحد العقبه كانت قاصحه. كنت انا صافي عيان وغنموت بالعطش، صافي قربت نموت. وصلنا لواحد البلاصه وقفنا، عليت عيني الفوق غادي نعرف ديك البلاصه كانت جامع. دخلنا حنا لداخل وغادي يبقى السياسيين مع دوك الجمهور اللي كان برا. اول حاجه غادي نلاحظ واخا داك الجامع كان بسيط ولكن كان زوين بزاف من الداخل. كانت ريحه الزرابي بحال الا باقيين جداد. في واحد القنت في داك الجامع كانوا مساطرين واحد اللواح وكانوا مستفين ومرتبين بواحد الطريقه اللي جميله بزاف. غادي يجلسني السموحه على الارض وغادي يقول لي تسنى. غادي يدخل السياسيين وغادي يسد الباب الجامع وغادي يقول لي اجي جلس حدايا. كان كل مره كيشوف فيا بحال اول مره غادي يشوفني، بحال الا ما متيقش بلي انا اللي جالس حداه. غادي يتفكر وغادي ينوض بالجري غيجيب لي بودي زاد الماء نشرب. انا في ديك اللحظه بني شربت الماء بحال الا كنشرب في الدواء د الموت. بقيت كنشرب لدرجه ان السياسيين بدات يحيد ديال البوديزه من فمي. غادي يجي السموحه وغادي يجي معاه واحد السيد كبير في العمر، غادي يكون فيه 80 سنه تقريبا. السيد غادي يشوفني وغادي يقرب لعندي وغادي يبقى كيقلب ليا في وجهي وكيحقق فيه مزيان. في ديك اللحظه كانوا الموحى والسياسيين كيهضروا بيناتهم. غادي نفهم من هضرتهم بلا الناس الدوار كانوا كاملين كيقلبوا عليه. ولكن انا اللي ما فهمتش كيفاش الناس بانوا بهاد الفجأة هادي وكيفاش السموحه حتى لقاني. انا ما كنتش قادر نهضر وما كنتش قادر حتى نسول. الحاجه الوحيده اللي قلت هي عطيوني التليفون نهضر مع الوالده. موحى عنقني مسكين وقال لي صبر ولدي كل شيء بوقته. غادي يدور عندهم الراجل الكبير وغادي يقول لهم بسم الله على بركه الله نبداو. اشنو غنبداو؟ واش باقا شي حاجه اخرى من بعد؟ انا ما بقيت قادر نزيد والو. غادي نوقف وغنقول لهم صافي بعدوا مني، ما بقيت باغي والو. حيت انا في ديك اللحظه ما بقات عندي الثقه في حتى واحد. كيفاش باقي غادي نطيق من بعد من داكشي اللي داز عليا كامل؟ رجلي اللي هما مني وبداو كيعكلوني. وكيفاش باقي غادي نزيد نطيق في بنادم عاوتاني؟ شد لي السموحه في يدي وغادي يقول لي ما عندك مناش تخاف ولدي، انا معاك، راك ان شاء الله غادي تنسى هادشي كامل. ما جاوبتوش ولكن غادي نشوف في عينيه وغادي نقرا الصدق وعرفتو ما كيكذبش. دخلوني لواحد البلاصه ولقيت فيها المغسل ديال الموتى ومحمل محطوط فوق منه كفن. غادي يدور عندي داك الفقيه الكبير وغادي يقول لي هذا كان ديالك ولدي اشرف، ولكن دابا مكتاب لشي واحد غيرك. شفت في الكفن وضحكت وقلت في خاطري عندك الصح ماشي اليوم. بقاو كيهضروا هما بيناتهم وانا بقيت ساهي في داك المحمل وكنتخيل راسي مجبد من فوق. شويه غادي يدور عندي السموحه وغادي يقول لي اسمعني يا ولدي، راه خاصنا نختنوك. ما فهمتوش انا في الاول وقلت ليه كيفاش؟ قال لي خاصنا نعاودوك ولدي بالطهاره. ويا نار يا ربي مشكل هادي عاوتاني. غادي نبدا كنضحك وغادي نقول لهم واش نتوما حماق ولا شنو؟ نصبر انا على كل شيء، الدياب والحنوشه والجنون والغابه واللفاع والليل وكل شيء، ولكن الا ولي العهد ما تقربوش ليا ما تقيسوه. ولكن غادي يجلسني حداه وغادي يشرح ليا باللي داك الشيء غير شكليا وباللي راه ما غادي نقيسوك وما غادي يطرا والو. غادي يبقى معايا حتى غادي يقنعني للضروره. غادي يجلسوني على حل الخشبه وانا حابس الضحكه. نسيت كل شيء، بقى في بالي غير المنظر د هاد اللحظه هادي. من بعد غيدخل عندي السياسيين وكان شاد في يدو جوج سطوله. غادي يقول لي حيد حوايجك باش نغسلوك. انا ما بقيتش باغي بيت نسول. المهم اللي فهمت هو انهم باغي يغسلوني بحال الموت. غمضت عيني وبقيت كنحس غير بالبروده د الماء. غيديروا تماما داكشي بحال الطقوس د الغسيل. من بعد غينوضوني وغادي يلويوني في الفوطه. كنت كنقفقف بالبرد. غادي يجي السموحه وغيعطيني واحد الميكا فيها قندوره وحوايج جداد. غادي يقول لي لبس هادو راه شريتهم على ودك جداد في الطريق. لبستهم وبقيت كنشوف راسي في واحد المرايه معلقه صغيره حدا المحراب. غيجي داك الراجل الكبير وغيعطيني واحد الطريف د المسك وغادي يقول لي حكو في حوايجك وحكو مور ودنك. كانت فيه واحد الريحه رائعه، نسيت الجوع والعطش ونسيت كل شيء. كانوا واقفين كيهضروا بيناتهم بعاد عليا وانا بقيت كنتامل في الشرجم والدراري اللي كاينين على برا. كانوا كيطلعوا عليا، شيرت ليهم هما يهربوا. جا السياسين وغيشوفني كنشوف في وجهي في المرايه وغادي يقول لي انا غادي نصايب لك واحد العشوب اللي غادي يحيدوا لك ديك الزروقيه اللي كاينه في وجهك. من بعد غادي يعيط ليه موحى وداك الفقيه وغادي يبقاو كيهضروا بيناتهم تقريبا شي 10 دقائق.
وغادي يجيو عندي وغادي يقولوا لي كتحس براسك مزيان، غادي غير نهز راسي زعما راه وقفوني وغادي يوقفوا اون فاس معايا، وغادي يبقاو كيقولوا لي شي حاجه عقلت غير في الاول غادي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا العبد الضعيف، وكان كيهضر بالزربه ما قدرش نركز معاه. المهم كان مره كنسمعو كيقول سميتي سالا وغادي يسكت واحد 10 ديال الثواني. انا بالنسبه لي دازو 10 سنين، غادي يزيد عندي السياسيين وغادي يتبسم في وجهي، ما فهمتوش، غادي يقرب لودني وغادي يبدا كيأذن. حسيت بواحد الراحه كبيره، كنت كنحس بكل كلمه بكل حرف بكل رن ديالو في ودني. غادي يسالي وغادي يعاود نفس الابتسامه وغادي يرجع للور. كانت دابا النوبه السموحه، وكالعاده ما كانش كيطيح كلمه ولدي من فمه. غادي يقول لي نطق معايا الشهاده ولدي. في ديك اللحظه فهمت كل شيء، فهمت باللي غادي نولي مسلم، فهمت باللي تسالى كل شيء، فهمت باللي غادي نبدا حياه جديده، فهمت باللي الله اللي ابتلاني هو الله النيت اللي غفور رحيم. عليت صبعي وغمضت عيني، وكانت احلى لحظه في حياتي. غادي ننسى كل شيء اللي داز عليا. لساني بلا ما نتحكم فيه غادي يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. غادي نفتح عيني واقسم بالله العلي العظيم الا شفت الدنيا بنظره اخرى. اول دمعه نزلت من عيني اليمنى، واول صوت سمعت هو ديال السموحه غادي يقول لي مرحبا بك في ديال الحق ولدي، مرحبا بك في ديال الاسلام. انا هنا كنت عاقل غير على سميتي، انا واحد الدري اللي باقي صغير ودرت واحد الذنب كبير في عمري. انا اللي كنت مسلم غير حيت زاديت في دوله اسلاميه، انا اللي كنت كنشوف الدنيا كامله كحله، انا اللي ما كان كيعجبني والو، انا اللي كنت كنبكي مهمتي صباح وعشيه، انا اللي اديت راسي واديت معايا بزاف ديال الناس. وعلاش؟ حيت كنت كنبغي غير راسي. ولكن دابا وليت مسلم، دابا كل شيء تسالى، صافي الدموع اللي خسرتهم كاملين غادي نعوضهم بالفرحه. ديك الساعه عاد حسيت براسي وليت بنادم اللي سبق فيه ضربات شي طوموبيل وناض وقف في البلاصه، هو اللي غادي يفهم الشعور ديالي. غادي يسلموا عليا بثلاثه بهم. كنت باغي نبكي ولكن الفرحه كانت غالبه ليا على الدموع. غادي نخرجوا من الجامع وغادي نمشيو لواحد الدار ملاصقه مع الجامع. دخلنا ليها وغير من الطريقه اللي كان كيتصرف بها السياسيين عرفتها بلا الدار ديالهم. الدار كانت زوينه كامله مصبوغه بالبيض، كانت ريحه الصباغه ديالها في شكال، وكان واحد البرد قاصح. غادي ندور عند الحاج الكبير وغادي نسولو فين حنا. غادي يقول لي في الدار ديال السياسيين. قلت ليه لا زعما البلاصه فين. غادي يقول لي بلاتي وغادي نهضروا في هذا الشيء كامل. دخلنا لواحد البيت كان مفرش كامل، وغادي تجي واحد السيده ترحب بينا الله يعمرها دار، عرفتها بلا الزوجه ديال السياسيين. طلبت من السموحه البورطابل وغادي يقول لي بلا نمره الوالده ديالك راه عندي. غادي ندوي معاه انا الاول. خرج وبقى تقريبا شي 10 دقائق ما كانش باغي يهضر حتى، وغادي يرجع من بعد وغادي يمد ليا البورطابل. الصوت اللي تقدر تسمع واخا تكون اصم هو الصوت ديال ميمتك. ولدي كنت محتاج نسمع غير هاد الكلمه باش ترجع فيا الروح. قلت ليها الو ماما. بقيت كنسمع غير البكا ديالها، ما قدراش تسكت مسكينه. عييت ما نقول لها راني بخير وانا قريب نجي، ولكن هي كانت غير كتبكي مسكينه. مبقيتش قادر نستحمل نسمعها باقا كتبكي عاوتاني وانا نقطع. غادي يجي السياسيين عندي وغادي يقول لي ما ديرش بالك ولدي راها فرحانه. غادي يقلب الهضره وغادي يعيط اسيه. غادي تجي واحد البنيته تبارك الله القلب ديالي تزعزع من بلاصتو، كانت زوينه تبارك الله بزاف. وغادي يقول لها سلمي على اشرف. غادي تجي تجلس حدايا وغادي تقول لي فين كتقرا انت. بغيت نشرح ليها ولكن صعيب، ولكن غادي نحاول نفهمها حيت ما كان عندي ما يدار. غادي تقول لي انا كنقرا في التحضيري، شحال خاصني الايام باش نوصلك. ضحكاتني وقلت لها كتعرفي السنه شحال فيها من يوم. قالت لي وقلت لها شحال من شهر. قالت لي وقلت لها راه خاصك 14 سنه. غادي تنوض كتجري وغادي تجيب لي واحد الكتاب. انا تخلعت كيتسحب لي وشي مخطوطه من العهد الفينيقيين، ولكن من شديتها لقيتها غير قراءه. غير من المنظر ديالها تعرفها بلا الدوار كامل قرا فيها. وراتني شنو كتقرا فيها وشنو كيعلموهم. انا ولات عندي فوبيا من الكتوبه، واخا شاد القراءه في يدي ولكن كنت كنتاكد من كلمه بكلمه قبل ما نقراها. وغادي نساها وغادي يعيط لي السموحه يقول لي سبحان الله نوض تفطر. نيت كان فيا واحد الجوع غير بوحديك اللي طبسيل الجبل. سالينا وبقيت جالس كنضحك معاهم، وكانت كتجيهم غريبه كيفاش حتى باقي كنضحك، وباللي كنتفكر شي حوايج مازال كيضحكوني وسط هادشي كامل اللي داز عليا. ولكن انا كنت فرحان وكنحس براسي باللي ما بقى والو من داكشي اللي دوزت. موحى غادي يقول لي يلا نخرج نوريك الدنيا. غادي يخرج معنا السياسيين وبنته اسيه. غادي نتفكر الفلوس اللي عطاتني الوالده وغادي نهزهم في جيبي وغادي نخرج. اول حاجه مني شفت داك المنظر اللي كاين تما عرفت باللي حنا ناس المدينه ما عايشين ما والو. الطبيعه تبارك الله اللي شفت داك النهار عمرني ما ننساها، وغادي نحلف بالله حتى نعاود نرجع لهاد البلاصه ان شاء الله. سولت السموحه فين كاينين حنا. وغادي يقول لي بلي حنا كاينين في منطقه قريبه للريف سميتها باب برد.
ولكن كيفاش حنا كنا في التوريرت كي درنا وصلنا لباب بري؟ غادي يقول لي دابا ارتاح ماشي وقيت هادشي دابا. رجعنا للدوار وفي الطريق كنت نتلاقى الناس كيسلموا عليا وكيعنقوني، حتى من النساء كانوا كيزغرتوا. انا ما فهمت والو، حسيت براسي الحسن الثاني في هاد اللحظه. ما عقلتش، تقريبا عنقت شي 70 ولا 700 واحد. كنت كل واحد كنتامل في وجهه كان فيه 1000 حكايه. كانوا ناس بساط بزاف، ما كيهمهمش تكون عندك ماستر ولا دكتور باش عادي يحتارموك، وما كيحلموش بالمازيرات ولا يدوزوا الفاكونس في تركيا. هاد الناس كيلبسوا غير باش يستروا ريوسهم، ما كيعرفوا لا لاكوست لا غوتشي. تاملت حيت كنت عارف بلا اي حاجه في هاد الدنيا خاصك بزاف باش تفهم على الحقيقه ديالها. ما فهمتش كيفاش ناس قادرين يعيشوا بهاد البساطه. اكبر مشكل عند واحد فيهم هو علاش البقره ديالي ما ولدتش لي هذا الربيع. صراحه غادي ندوز نهار زوين، غادي ننسى كل شيء اللي داز عليا. حتى الناس والعائله ديال ياسين كانوا الله يعمرها دار. تعشينا وغادي نوضوا في الليل، غادي يقول لي سي ياسين يلا نمشيو للجامع ولدي، بغينا نهضروا معاك. دابا عرفت القاصح هو اللي غادي نسمع دابا. خرجنا، كان الليل واحد البرد بالزايد. دخلنا للجامع، غادي يسدوا الباب، غادي يشعلوا واحد المجمر باش ندفاو، غادي يشدوني ويجلسوني وسطهم. غير من اللي جلسوا الطريقه اللي داروا عرفتوا ما شنو بغاو. كانوا باغيني نعاود ليهم كل شيء. غادي يشوف فيا السموحه وغادي يقول كتحس براسك مزيان ياك؟ قلت ليه كنت بغيت نسولو ولكن ما خلانيش نكمل. وغادي يقول لي سمع السي المختار شنو غادي يقول لك. غادي يهضر الفقيه الكبير وغادي يقول لي عرفناك مغير ولدي، ولكن راه خاصك تعاود لنا داك الشيء من الاول حتى الاخير. غادي نسكت وغادي نرجع السين تاع اللور. تفكرت كل شيء وغادي نبدا نعاود ليهم من الاول، من اول لحظه شفت فيها داك القرع حتى الاخر لحظه تنسمع غير في صدامي رجليهم غاديين. كانوا كل مره كيوقفوني وكيبقاو يسولوني بالتفصيل. داك الشيء اللي كنت كنعاود ليهم ما كانوش كيتوقعوه، خصوصا السموحه كان مصدوم وكان كيأكد على شي حوايج بزاف. غادي نسالي الهضره وغادي يبقاو ساهين كيشوفوا في بعضياتهم. غادي ينوض السياسين وغادي يقول لي يلا نديك الدار ترتاح. مشينا ولقيت مرات السياسين خوات بيت النعاس باش تخليني نرتاح فيه. في هذه اللحظه عيني تغرغروا بالدموع حيت عاد عرفت هاد الناس شحال قلبهم كبير. غادي نتكا النعاس، ما غادي نعقل على راسي حتى تضربني الفيقه في الصباح. فتحت عيني لقيت الشمس طلعت، ولكن كانت السكات بين كل شيء باقي ناعس. ما قدرتش نوض بالعيا، بقيت مجبد في بلاصتي تقريبا شي ساعه ونص. حتى سمعت الهضره برا البيت. غادي نوض نخرج غنلقى السياسين ومرتو كيهضروا. غادي نسولو على السموحه، غادي يقول لي راهم نعسوا في الجامع. خرجت نتمشى شويه وغادي يقول لي السياسين ما تبعدش حيت بغينا نفطروا مجموعين. ملي خرجت تصدمت، لقيت الدنيا عامره والدراري الصغار كيلعبوا. كيلعبوا في هذا الصباح. كنت كنشوف في عباد الله والبهايم والشجر. رجعت للدار لقيت السموحه والفقيه الكبير جاو كيتسناوني. غادي نسول السموحه فوقاش غادي نمشيو. غادي يقول لي مور الظهر ان شاء الله. جلست وكنت سكات في الدار، حتى واحد ما كان كيتكلم. حتى اسيا جات جلست حدايا وما نطقت بحتى حرف. كنت كنتسنى فيهم غير يشرحوا لي داكشي اللي وقع ولا كيفاش حتى لقاوني، ولكن حتى واحد ما هضر. داك الصباح داز ثقيل. غادي ودن الظهر وغادي نمشيو نصليو. كنت سبحان الله فين ما كنسجد وكنشم ريحه ديك الزرابي الجديد كنحس بان هذه هي حياتي جديده. رجعنا ومشينا للدار وعيات مرت السياسين تشدنا واخا غير نتغدى، ولكن حنا ما بغيناش. ما كنتش قادر نزيد نصبر، كنت باغي غير نمشي للدار خلاص. سلمت عليهم بحال الا عمري ما سلمت على شي واحد. والله اخوتي ما كرهت نبوس لهم رجليهم على داكشي اللي داروا معاه. وحتى من اسيا ما بغاتنيش نمشي. غادي نسلم على الحاج المختار، راجل معقول والله يعمرها دار. وغادي يقول لي باقي غادي نتجمعوا وغادي نتلاقاو ان شاء الله. كان واصل لواحد المستوى ديال الادراك اللي كبير بزاف. السموحه غادي يحاول يوصل لي الامور بواحد الطريقه اللي بسيطه، وشرح لي بلي الطريق كامله ما يمكنش تقدو باش يوضح لي هذا الشيء اللي دزت منه. حتى انا غادي نحاول نتبع معاه خيط بخيط في الامور باش نحاول نفهم. في الاول غادي يفهمني بلي هذا الشيء مكتاب، بلي هذا الشيء قدر من عند الله سبحانه وتعالى، وبلي انا ما عندي حتى ذنب فيه، وبلي هو براسو ما كانش عنده القدره يستحمل حاجه بحال هذه. وغادي يوضح لي العلاقه ديالو بيوسف بانها كانت علاقه سطحيه، انا كان كيتسحب لي صراحه العكس. غادي يقول لي بلي يوسف كيعرفوا عن طريق واحد الصديق، وبلي تطورت العلاقه بيناتهم غير حيت كان كيحضر الحصص ديال الرقيه الشرعيه، ودوك الفقهاء صحابه حتى هما براسهم ما كانوش كيعرفوا، غير تلاقاو في واحد الليله. وبحكم انه ماشي ولد المنطقه غادي يبقاو في اتصال معاه، وباللي مده المعرفه ديالهم به ما فايتاش اسبوع. ويوسف غادي تصادف الوجود ديالو مع السموحه نهار اللي هضر مع السيد عليه، وغادي يصر يوسف على بوحه باش يرافقو ويشوف الحاله ديالو. السموحه غادي يحس بشي حاجه ماشي طبيعيه من يوسف بين الاهتمام الكبير ديالو بالكتاب، وخصوصا انه كان كيسولني على شي حاجات غرابين، وخصوصا انه في يدو الحل والقضيه ديال الخونه اللي كاين في الخميسات. موحى غادي يعاود لي باللي نهار كانوا عندنا في الدار وخرجوا غاديين في حالهم، يوسف كان مزروب وكيهضر بزاف في البورطابل، واخا كان السموحه كيحاول يسولو وتيستفسروا على السيد ديال الخميسات، ولكن يوسف ما كانش كيعطي راس الخيط.
ملي غادي يوصلوا في حالهم لتارودانت، موحى ما غاديش يلقى البورطابل ديالو، واخا كان متاكد انه خشاه في الكارطابل ديال ديالو، ولكن ما غاديش يفهم كيفاش حتى ضاع منه. الغد اللي في الصباح غادي يمشي عند صحابو الفقهاء اللي جاو معاه وطلب منهم النمره ديال يوسف باش ينسق معاه النهار اللي غادي يرجع فيه لعندي. ولكن يوسف ما كان تيجاوب حتى شي واحد في البورطابل، وحتى انا ما كانش كيجاوبني موحى في البورطابل. خط الاتصال الوحيد اللي بقى عندي هو بيني وبين يوسف. فهمتوا دابا القالب كيفاش داير. يوسف كان عارف راسو شنو كيدير من الاول. هاد اللعبه كامله كانت بحال الشطرنج، غادي يطيح جميع البياضق وغادي يخليني غير انا وياه فوق الرقعه. السي موحى حاول يتواصل مع السيد اللي من العائله ديالي باش يعطيه النمره ديالي، ولكن داك السيد كان سافر برا المغرب. والسي موحى لحد الان كان كيبان ليه الامور عاديه، والفكره اللي كانت في بالو هي ان يوسف نهار غادي يكون موجود غادي يتصل بواحد من دوك الجوج فقهاء اللي كانوا معاه النهار الاول ويعلمهم على النهار اللي غادي يجيو فيه عندي. ولكن ماشي هادشي اللي وقع. انا اول مره غادي نشوف يوسف وداك القرع راكبين في ديك التوارق، غادي نعرف بلي هادو ماشي ناس عاديين وماشي خرجوا من العدم واهتموا غير بيا انا بالضبط. يوسف غادي يفهم لي وغادي يشرح لي ان الحوايج اللي درتهم انا في شمس المعارف الكبرى قليل اللي تيديرهم، وبلي انا بالنسبه لهاد الناس كنت ثروه وفرصه العمر، وباللي هما الوحيدين من بعد الله سبحانه وتعالى اللي كانوا عارفيني شنو خرجت من داك الكتاب. الخطه اللي جاو بها كانت معدله ومحكومه حرف بحرف. شكون اللي كان الطعن؟ انا بطبيعه الحال، حيت كنت في موقع ضعف وكنت غارق في المصايب، وفي ديك اللحظه كنت كنقلب غير على طوق النجاه، واي يد كانت غادي تمد لي كنت غادي نشد بها. وهذا هو الدور اللي لعبوا عليا هاد ولاد الناس، وغادي يمثلوا عليا بالله هما الطريق الشافي وسبيل الخلاص. انا في ديك اللحظه ما كنتش عارف شنو هو الفرق بين يوسف وبوحى، كان كيتسحب لي بلا راهم مع بعضياتهم. ولكن لا، شرح لي دابا السي موحى بلا دوك الناس اللي كنت معاهم مشعوذين، وبلي المنطقه اللي داوني ليها كانت مشهوره بواحد الاسطوره. هاد الاسطوره كانت معروفه تما، كتقول بلي كاين شي حاجه تما اللي كتر من الكنز. كيفاش كتر من الكنز؟ حاجه اللي ما كتقدر بحتى شي ثمن، وماشي ذهب وماشي فلوس. الله بوحدو اللي كان عارف شنو مخبع تما، المدفونه. هكا قالها السي موحى، والناس المنطقه كاملين سامعين بها وعارفينها، ولكن كان قليل اللي قادر يقلب عليها ولا يلقاها. الاغلبيه ديال اللي جاو باش يقلبوا عليها كيموت في الاخير ولا ما كيرجعش. غادي يقول لي السي موحى بان القرع فايت حاول 2 محاولات باش يجبد ديك المدفونه ولكن ما كيقدرش، وفي اخر محاوله كان تشلل واحد السيد كان جا معاه. هاد السيد كان ولد المنطقه النيت، وكان هو ولد العائله اللي وصلنا عندهم النهار الاول. تما عاد فكرت علاش ديك السيده كانت كتغوت وكتعاير فينا بطريقه هستيريه. هادشي السياسين كان عنده به معرفه لانه ولد المنطقه، والطفوله ديالو كامله دوزها وسط هاد القصه. المدفونه، الاسطوره كتقول على ان هاد المدفونه محروسه من ملك جن الغابات، وان حتى واحد ما غادي يقدر يجبدها الا اللي كتوفر فيه واحد المواصفات خاصه بواحد الطرق معقده هما اللي لقاوهم فيه. ولكن غادي نحاول نفهم من عند موحى علاش انا بالضبط، ولكن هو براسو ما كانش فاهم علاش، وغادي يفهمني ولا هادشي كامل اللي قال لي مجرد تحليلات اللي وصلوا ليها غير البارح مني باتوا مجموعين في الجامع. الممارسات اللي عاودت ليهم جوهم غرابين لدرجه انهم اول مره غادي يسمعوا واحد استعمل بحال هاد الطقوس باش يجبد كنز ولا يستدعي ارواح. موحى اغلبيه كلامه كان دخول وخروج في الهضره، الشيء اللي خلاني نشك فيه حتى هو ونقول راه عنده يد معاهم. الخطه ديال القرع كانت واعره بزاف، وكان عارف في كل خطوه كيدير فين كيحط رجله. موحى غادي يشرح لي كيفاش لقاوني وكيفاش القضيه ديال البير، وهنا غادي يزيد يصدمني. يوسف كان كيحركنا كاملين بحال الا كان كيلعب بالكراكيز. العقل اللي عطاه سيدي ربي خلاه باش يخطط في العشيه اللي كانوا جاو فيها هو والقرع عندنا للدار، وبحكم انه ضامن البلان ديالهم غادي ينجح عيط لصحاب موحى وقال لهم باللي خاصو يهضر معاه ضروري في المساله ديالي، وشرح لموحى باللي خاصو يشد الطريق في ديك العشيه ويجي لعندي، وعلى حساب ما غادي يقول لموحى بان السبيل ديال الخلاص ديالي من التبعيه ديال الجن اللي كنت استدعيتهم عن طريق الخطا بالكتاب هو الموت. الموت. قال ليه باللي خاصو يوصل لواحد المرحله اللي ولي يطلب فيها الموت، ولي يطلب فيها الموت وما يلقاهاش، وما يلقى حتى كيفاش يقتل راسو، يعني يبقى معلق بين الموت والحياه. وديك الساعه هو وزهرو يا اما يحماق يا اما يبقى عايش. وغادي يفهموا بان الجن ماشي العاب بيد البشر نستدعيوهم وقت ما بغينا، يعني في الوقت اللي كتستدعي فيه واحد من العالم الاخر راه كتكون الطاعه ديالو المطلقه ليك، وكيف ما عندنا كل شيء عنده ثمن حتى انت كتكون مملوك ليه، يعني علاقه التبعيه الازدواجيه.
وما يمكن تفرق بيناتكم غير الموت، واللي خاصك توصلها عن اقتناع باش داك الجيل اللي معاك يتفرق عليك. موحى ما كانش عنده الوقت اللي يعرف كيفاش تخداوني معاه. الحاجه الوحيده اللي كان قادر موحى يدير هي يجي عندي في اقرب وقت. اما يوسف قبل حتى ما يشوفني ولا يعرفني كان مخطط للمصير ديالي ومقرر باللي غادي يهبطني للبير، وغادي يشرح لموحى المنطقه اللي غادي نكونوا فيها بالضبط والمنطقه ديال البير فين كاين. وفي الاخير غادي يختم واحد الجمله بوروده وغادي يقول ليه الا لقيتيه ميت ما تتعرفنا ما تنعرفوك. غادي يطفي عليه التليفون وغادي يخلي موحى كيحماق. في ديك اللحظه موحى غادي يتراجع وغادي يخلي الامور بعيده عليه، خصوصا ان المساله ولات فيها موت وغادي يقدر يتحط قدام مشاكل اللي كبيره. ولكن الحمد لله ومن فضل الله غادي يتراجع على هاد الافكار هذه وقرر ينوض يشد الطريق ديك الساعه. كان كيتصل بيوسف ولكن ما كانش كيجاوب. الحل الوحيد اللي كان عنده هو يجي لدارنا ويعرف الطريق اللي شديت ويعرف الطريق منين بدات. من المكاتب ديال الله سبحانه وتعالى وانني مني شديت الطريق مع يوسف والقرع موحى غادي يجي مورانا للدار بنص ساعه. الوالده مني شافته تصدمت. موحى مني شاف الوالده في ديك الحاله غادي يضطر يكذب وغادي يكذب عليها وغادي يقول لها باللي راه معانا وجا مورانا ولكن غير تخالفنا في الطريق، وغادي يفهمها باللي راه سبقناه الباب برد عند شي ناس وهما اللي غاديين يفكوني. ولكن الوالده حست بشي حاجه ماشي نورمال. واخا الوالده كانت مخبيه على العائله هادشي كامل ولكن غادي تضطر تعيط لواحد خالتي وغادي تقول لموحى ما غاديش تمشي الا لا مشينا معاك. ولكن السي موحى ما شاء الله كانت عنده واحد القدره رهيبه على الاقناع غير بالهداوه والابتسامه، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يبرد الوالده وغادي يواعدها باللي غادي يجيبني سالم لعندها. واخا هو براسو ما كانش عارف اني واش عايش ولا ميت في ديك اللحظه. قطعت عليه الهضره في هذه اللحظه وقلت ليه وياسين والسي المختار. غادي يضحك وغادي يقول لي باللي المساجد هي بيوت الله وبان الفقهاء هما عائله بيناتهم، وغادي يقول لي بلي اول حاجه غادي يدير هي غادي يتوجه لاقرب مسجد وتما غادي يلقى ياسين والسي المختار وغادي يشرح لهم كل شيء وغادي يقول لهم حتى المصيبه اللي درت وهما ما غادي يفكروش وما غادي يقولوش القضيه في شكل ولا شي حاجه. انا اصلا كانت معايا رضات الوالده وهما كانوا رجال برجال غادي يتحركوا ديك الساعه وغادي يعلموا الناس ديال الدوار. واخا كان موحى وصل في وقيته متاخره ديال الفجر، السي موحى تكرفس ديك الليله، ترونسبور والو بقى مرمي في الطريق وبالو مسكين كان غير معايا. كل شيء غادي ينوض يقلب لدرجه انهم غادي يقلبوا اكثر من 70 بير حتى بدا السي موحى كيفقد الامال وتيقول بالله راه صافي قتلوني. تما غادي يجي واحد السيد كيحطب وغادي ينعت لهم واحد البير اللي قليل اللي كيوصلوا وانه كاين في وسط الغابه ونادرا فين كيوصل ليه شي واحد. تحرك ياسين والسي موحى والناس واخا كان باقي الحال مظلم والحمد لله لقاوني فيه باقي عايش، لدرجه انهم ما تيقوش باللي انني باقي في الوعي ديالي. ومن هنا غادي يبداو تسلسل ديال الاحداث اللي دزت فيهم في الدوار، وكان لازم انهم يرجعوا يدخلوني للاسلام. ان اللحظه اللي خرجت فيها من البير بحال الا بحال تولد. شي حوايج كان كيقولهم لي السي موحى كنت نستغرب كيفاش دازوا عليا. هضرنا وهضرنا وهضرنا، مره كنت كنستوعب شي حوايج دازوا من حدايا ومره كنت كنقول لا 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 هادشي غير كذوب وباللي ما كاين والو من هاد الخزعبيلات. السي موحى ملي كان كيهضر عليا كنت كنحس بيه مفتخر، اما انا كان بالي غير امتى نوصل للدار نشوف الوالده. حاولت نفهم منه داكشي ديال الديب والسنان واللفعه ولكن ما هو براسو ما فهم والو، وغادي يقول لي باللي ما غادي نتهناو حتى للقاد ولاد الحرام ونفهموا كل شيء. سكتنا بقيت كنشوف في الشرجم وكنحمد الله بانني باقي عايش، بصح ما كنحسو بقيمه الحاجه حتى كنفقدوها. حسيت بالسي موحى باغي يقول لي شي حاجه ولكن ما قدرش. انا اصلا ما كنتش باغي نسولو حيت ما بغيتش تخسر ليا هاد اللحظه. في واحد اللقطه عليت عيني وغادي نعرف راسنا بلا وصلنا. دخلت مدينتي حافظها تروطواره بتروطوار. حسيت بحال شي واحد كان 20 عام في الغربه. كنت كنضحك غير بوحدي بحال شي دري صغير غادي لديزني لاند. وصلنا للمحطه وكنت كنطلب نشرج من الكار باغي غير ننزل خلاص. بانت لي مهمتي وما قدرتش نتسنى الكار حتى يحبس. كيفاش يمكن لي ننسى هذا المنظر؟ مهمتي اللي هزتني 9 شهور في كرشها و20 عام في عينيها. مهمتي اللي لبستني كفن ابيض وبكات عليا وانا باقي في الحياه. مهمتي اللي كانت كل ليله كتنوض بالليل تصلي وتبكي وقلبها تتحرق من جهتي. الحنانه اللي كان قلبها كيتقطع عليا 70 مره في النهار. كنت انا حشمان نبكي قدام الناس ولكن ما قدرتش. غادي نجري فحال شي دري صغير. كنت انا هو داك الدري الصغير خايف من كل شيء وباغي نجري غير نعنق الوالده، نعنقها ونقول ليها شنو داروا لولدك مهمتي وفين كنت غنموت مهمتي. ما كنتيش باقا غتشوفيني يا مهمتي. اخيب حاجه ما كنتيش غتلقيني في الجنه مهمتي حيت غلطت في حق راسي وفي حقك يما. غادي نعنقها وما بقيتش بغيت نطلق منها.
ما شفتش الدموع في عيني الماما، حيت ما بقاوش عندها اصلا الدموع، صافي عينيها نشفوا. حليت عيني غادي نلقى كاع الناس مأثرين، درت لعند دموعها ولقيتو حاني راسو وما فهمتش علاش، ولكن حسيت باللي راه حس باللي الحب اللي بينه وبين ماما ماشي مجرد حب فطري، ماشي غير حيت ولداتني ورباتني ووكلاتني، لا كانوا بيناتنا شي حوايج اللي كتار من هكا كانوا جامعيننا. كلمه وحده اللي تنقول الله يسمح لينا من الوالدين. وحتى ميمتي ما كانتش باغا تطلق مني، حتى انا حلفت عمري باقي نطلق منها في حياتي مره اخرى. وصلنا للدار وعرفت بلي الدار ناعمه. اول حاجه درت مشيت نجبد الكتاب باش نحرقه، ولكن ما غاديش يخليني موحى، قال لي من بعد وغادي تعرف علاش، وخليته هو يشرح للوالده. اصلا كنا مفاهمين ما نقولوا لها حتى شي حاجه من هذا الشيء اللي وقع كامل. غادي تدوز الايام وانا نهار على نهار وليت كنحس براسي وليت احسن. عرفت بالله هاد التجربه بدلات النظره ديالي للحياه.